بهذا التقرير. نحن في وسط الجالية الجزائرية بمونريال في إحدى أهم شوارعها المفضلة، شارع جون طالون، أين تقصده الجالية لقضاء احتياجاتها الأسبوعية. كل المحلات وكل المراكز وكل المقاهي مزينة بالألوان الوطنية احتفالا بمشاركة الفريق الوطني الجزائري في أكبر تظاهرة عالمية، كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل 2014. ارتأت كاميرا البلاد أن تقترب من أفراد الجالية لمعرفة مدى اهتمامها ومتابعتها للحدث بمشاركة المنتخب الخضر، المنتخب العربي الوحيد المشارك بالدورة. السلام عليكم، معكم كريم هنا، رانا في مونريال. على كل حال كنتسناو في المشاركه تاع الفريق الوطني الجزائري في تصفيات كاس العالم بالبرازيل. ان شاء الله الفريق الوطني يكون احسن سفير للدول العربيه، وان شاء الله نكونوا كما قال لك نديروا مشاركه ايجابيه، ماشي المشاركه من اجل المشاركه. السلام عليكم، معكم محمد من مونريال، انا في كندا. ان شاء الله نديروا حاله هذا العام ان شاء الله، ورانا واجدين، ولاجيري كما يقول لك راه في القلب، في الدم ان شاء الله، في الهواء، في كل شيء. 1 2 3 فيفا لاجيري، 1 2 3 فيفا لاجيري، 1 2 3 فيفا لاجيري. معادل معكم من مونريال، رانا في الحومه جون طالون، قان تاع السفير، حومتنا خويا، تحسب رانا في البلاد خويا، رانا مع ليكيب ان شاء الله، ان شاء الله يفرحونا. وكما قال لك رانا شامينها، رانا رايحين دوزيام تور خويا، رانا رايحين 1 2 3 فيفا لاجيري. الجالية الجزائرية مستعدة للحدث ومشتاقة لأن تفرح، تريد أن تكون خير سفير للعرب ولإفريقيا معا في أكبر تجمع عالمي. فهل يا ترى منتخب الخضر سيرقى إلى مستوى طموح الجالية وطموح كل جزائري أينما كان، أم سيكتفي كما جرت العادة بالمهم المشاركة؟ مصطفى عبد الواحد من عمق الجالية الجزائرية بمونريال، كندا. يفتتح المنتخب الروسي مونديال البرازيل بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي ضمن المجموعة الثامنة والأخيرة، والتي تضم أيضا منتخبنا الوطني. ومع غياب لاعب الوسط المبدع رومان شيركوف بسبب الإصابة، لا تنوي روسيا الاندفاع للهجوم، وستحاول التركيز على انضباطها التكتيكي. المباراة ستكون سهلة نسبيا بالنسبة للمنتخب الروسي، باعتبار أن المنتخب الكوري الجنوبي ليس نفسه منتخب 2002، لا سيما عقب نتائجه الكارثية التي مني بها في المباريات الودية الأخيرة. سيحتضن ملعب جو فرنانديز ماغاليس بمينيرو ببيلو أريزونتي مباراة المنتخب الوطني الأولى أمام المنتخب البلجيكي، وهو الذي شيد عام 1900